نعمل ايه في ظل غلاء الاسعار اللي احنا موجودين فيه اليومين دول؟ طبعا لو حد من المتابعين بيتابعنا بره مصر، طبعا الوضع مش زي عندنا. الاسعار هنا في مصر حاليا تقريبا شبه ضعفت، الحاجه اغلب الحاجه ان ما كانتش اكتر من الضعف كمان. يعني مثلا المكملات، مكمل زي الكرياتين كان مثلا سعره 300 350، دلوقتي بقى ب 700. ده اقل نوع يعني ماشي، اي نعم المكملات دي تعد نوع من انواع الرفاهيات خلاص. يعني انا مش هضحك عليك، انت ما بقتش قادر اصلا تجيب مكملات، يعني مش هنجيبها خلاص، نسيبنا من المكملات. يعني انت فلنفترض انت حاليا مش بتاخد مكملات ولا اي حاجه، انت يا دوبك ماشي بتتمرن، وعايز تاخد احتياج من الاكل. صدور الفراخ حاليا يا جماعه غاليه جدا، يعني تقريبا انا اخر يعني حاليا مثلا في الوقت اللي انا بصور فيه دلوقتي، تقريبا كيلو بانيه حوالي مثلا 140 جنيه. طب الكيلو كان بكام؟ كان 180. فيا جماعه يعني ده حرفيا انا مش بهزر، كل اسبوع 20 في 20 في ايه في ايه. يعني الزياده صعبه جدا، انت عشان تقدر تجيب كيلو بانيه الموضوع بقى صعب قوي. يعني حاليا عشان نكون صريحين، اغلبنا مش هيقدر يجيب احتياجه اليومي من البروتين اللي هو ايه، الا طبعا لو انت ظروفك كويسه جدا، انما ان انت تجيب الاوبتيمم او ما انا صح انسب حاجه لاحتياجك من البروتين بقى صعب. فالله اقدر اقول لك حاليا اللي تقدر تعمله، اول حاجه طبعا التمرين. تقريبا الجيمات ما زادتش قوي. بالنسبه للبروتين في اكلك، خد الحد الادنى. طب ايه هو الحد الادنى؟ اللي هو 1.6 من وزن جسمك اللين بودي ماس. وارجع اقول كل واحد يعمل اللي يقدر عليه.